السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الكثير من الأخبار بخصوص المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ومشاركته في كأس أفريقيا بالجزائر، زائد جديد المحترفين المغاربة وأخص بالذكر ناصر مزراوي، سفيان أمرابط، زكريا أبو خلال، إضافة إلى مدى مصداقية خبر اهتمام تشيلسي بالزلزول عبد الصمد، والكلام أيضا غادي يكون على المدرب بوتر غراهام والمغربي زياد حكيم. مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة فكما عارفين غادي يشاركوا في كأس أفريقيا اللي غادي تقام ان شاء الله بالجزائر، وبين قوسين هذه البطوله مهمه جدا لانها غادي تاهلنا للمونديال، واكيد ومما لا يدعو للشك غادي نطيحوا في نفس البلان اللي وقع تماما مع المنتخب المحليين فاش رفضت الحكومه الجزائريه باش تكون رحله مباشره من المغرب للجزائر، بحيث غادي يبغيو مره اخرى يفرضوا علينا الرحله تكون غير مباشره. وطبعا حنا كمغاربه نرفض رفضا باتا وقاطعا مثل هذه الاستفزازات، او نرضخ لشروطهم المعقده باش نشدوا الطياره ونضربوا دوره على العالم باش عاد نحطوا ريحه لعندهم، وفي نفس الوقت ماشي من العدل باش نحرموا اشبال الاطلس من هذه البطوله اللي كتاهل للمونديال. لذلك كاين واحد الاقتراح من الاقتراحات اللي وضعتها الجامعه بالحسبان، وهي ان المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه طبعا قبل ما تبدا البطوله غادي يمشيو يديروا المعسكر ديالهم في احد الدول العربيه، وفاش يساليو ذاك المعسكر باذن الله من ثم غادي يشدوه ويسافروا مباشره الى الجزائر. وطبعا هذا غير اقتراح اللي حطاه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، يعني هذا الشيء مازال ماشي رسمي لحدود هذه اللحظه. المهم حنا كمغاربه متشوقين نعيشوا داك الشيء على المباشر، وهنا كنقصد بالقبله وناس زفان عبيد فارس وغيرهم الكثير اللي ساهموا في هذا الانجاز، وطبعا الانجاز كنتمناو يكون لاشبال الاطلس. اما عن موعد البطوله فغادي يكون من 8 الى 30 ابريل. بخصوص مدرب حكيم زياد غرام بوتر، فرغم النتائج السلبيه اللي كيحققها مع نادي تشيلسي فحتى الان كل مصادر الموثوقه كتاكد ان اداره النادي اللندني لا زالت تدعم المدرب الانجليزي بوتر غراهام، وكتشوف انه من المبكر جدا الحكم عليه، بمعنى باقين غادي يعطيو الفرصه كامله ويزيدوا يصبروا عليه اكثر واكثر. ايضا اللي كيسول على امكانيه انتقال الحكيم زياد الى النادي الباريسي في الصيف المقبل فببساطه صعب جدا الى المستحيل. اولا لان النادي الباريسي كان باغي يتعاقد معه لمده 6 اشهر فقط من اجل تعويض اللاعب سرابيا، زائد نادي بي اس جي كان اتفق مع اداره تشيلسي على ضم الدولي المغربي حكيم دون وضع بند خياري او الزامي لضمه بشكل نهائي في الصيف القادم. يعني باختصار كانوا محتاجينه غير في هاد 6 اشهر فقط لتعويض سرابيا كما قلنا سلفا. وثانيا وهو النادي الفرنسي اصلا صعب جدا يرجع يتعامل مع تشيلسي على الاقل في المدى القريب بسبب ذاك البلان اللي طرا بخصوص صفقه زياد حكيم انتقل مباشره الى الدولي المغربي الاخر ناصر مزراوي، اللي كانت عليه اخبار وتقارير صحفيه اكدت ان نادي انتر ميلان حاطينه الخيار الاول لتعويض اللاعب دومفريس في حاله مغادرته طبعا، وهذا الخبر تحديدا كنت بارطاجيته معكم في السابق. الجديد الان وهو النادي الايطالي قلب السيد سعود وبدا كيقلب على خيارات وبدائل اخرى، والسبب هو ان نصير كما عارفين كاملين كان تصاب مؤخرا بالتهاب في التمور، لذلك فضلت اداره النادي تقلب على لاعب اخر. وبالمناسبه اداره الانتر عارفه جيدا ان مزراوي الان في حاله صحيه جيده والحمد لله وما عنده حتى شي مشكل يذكر، الا انه من وجهه نظري الشخصيه طبعا خايفين من هنا لقدام ان هذه الاصابه ديالو اللي تعرض ليها ديال التهاب التمور تكون عندها شي مضاعفات مستقبلا لا قدر الله. عموما كمغاربه نتمنى اكيد عوده نوصل لجاهزيته والرجوع للميادين في اقرب وقت ممكن باذن. مع انا عبد الصمد الزلزولي فمبدئيا ما كنتش باغي نهضر على هذا الخبر ديال ان تشيلسي مهتم بالتعاقد معه وما الى ذلك، لانه خبر بكل امانه غير مؤكد بنسبه 100%، ولكن في المقابل جاتني عليه اسئله كثيره وكثيره جدا لذلك وجب التوضيح. فباختصار مصدر الخبر الرئيسي هي صحيفه دياريو دي نافارا، واللي قالوا بان مسؤولي النادي الانجليزي يخططون لتقديم عرض لاداره نادي برشلونه للظفر بتوقيع الدولي المغربي عبد الصمد، ومن ثم هذا الخبر بدا كيتبارطاجي بعشوائيه. مثلا صحيفه سبورت الكاتالونيه اللي هي اصلا متخصصه في اخبار برشلونه واخذه هذا الخبر من صحيفه دياريو دي نافارا اللي قلت لكم هي المنبع الرئيسي للخبر، بمعنى صحيفه سبورت الكاتالونيه ما عندها حتى شي معلومات على هذا البلان، في حين كنشوفوا موقع فوت ميركاتو بارطاجاو هذا الخبر على لسان صحيفه سبورت الكاتالونيه اللي هذه الاخيره كما قلنا ما عندها حتى شي دخل بهذا الخبر نهائيا، لانه واخذه نسخ لاصق من صحيفه دياريو دي نافارا كما ذكرنا سابقا. وهنا علاش قلت لكم بان الخبر تبارطاجي بعشوائيه، زائد ما كاينش شي صحيفه او موقع او صحفي هضر على هذا الخبر من مصدري الشخصي. وبغض النظر عن كل هذا فالمنطق العقلاني كيقول ان اداره تشيلسي يلا سالت التعاقدات ديالها في هذه الانتقالات الشتويه، لذلك من المفروض يكون التركيز كلي على بقيه هذا الموسم ومباريات دوري ابطال اوروبا وليس بالانشغال بالصفقات.
اما عن اشرف حكيمي فرابطه اللاعبين المحترفين في العالم حطاته مع 26 لاعب المرشحين باش يكونوا ضمن التشكيله المثاليه لسنه 2022، والتصويت على التشكيل المثالي غادي يكون بواسطه اللاعبين المحترفين حول العالم، والاعلان عن افضل 11 لاعب في الموسم غادي يكون في حفل جوائز الفيفا لافضل لاعب وحارس ومدرب وما الى ذلك، والحفل غادي يكون في 27 فبراير من هذا الشهر ان شاء الله. واكيد كمغاربه كنتمناو كل توفيق لياسين بونو واشرف حكيمي. بخصوص زكريا ابو خلاف بعد التالق ديالو البارحه مع نادي تولوز، صحيفه ليكيب الفرنسيه حطاته ضمن التشكيله المثاليه للجوله 23 من الدوري الفرنسي، والبارحه كما عارفين درنا تحليل الهدف والاسيس ديالو وهضرنا عليه بالتفصيل، ولكن غادي نزيدكم على السريع بعض الاحصائيات ديالو، بحيث حد الان ساهم في هذا الموسم في 13 هدف في 25 مباراه، يعني تقريبا هدفين في كل مقابلتين، والاهداف سجلهم على تروا، ريمس، نونت، مونبولي، اوكسير، بريست، اضافه الى رين واجاكسيو، يعني حد الان مازال ما ماركاش على شي نادي كبير، وهذه يمكن تكون النقطه السلبيه الوحيده اللي عند زكريا. حتى الان مع الغول البدني اللهم بارك سفيان امرابط اللي البارحه قدم مباراه كبيره جدا ضد اليوفي رغم الخساره بهدف ل0، والخريطه الحراريه خير دليل على ذلك، فكما كيبان لكم من التحركات ديالو غادي تعرفوا انه حرك الملعب بالكامل طولا وعرضا، وكل شيء اكيد خاصو يقول اللهم بارك وزيد في ذلك. وطبعا امرابط سفيان لعب 90 دقيقه كامله وتحصل على تقييم 7.4 كاحسن تقييم في المباراه مناصبه مع البرازيلي الكساندرو.